حبايب قلبي، مساء السعادة عليكم، مساء الهنا، مساء التفاح والبال المرتاح، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا حبايب قلبي، يا أجمل وأرق متابعين ومشاهدين، أحلى بوسة لحبايب قلبي. النهاردة بقى لزوم البرد اللي احنا فيه والساعة اللي احنا فيه، قررت أعمل حاجة ولادي بيحبوها وبيموتوا فيها، وانت كمان لو جربتيها وعملتها لأولادك أكيد مش هيبطلوا يطلبوها. بتتاكل بره قسما بالله بكوباية ب 25 جنيه و 30 جنيه. هنعملها النهارده بحاجة بسيطة، أنا مش بقول لكم اقتصادية، لا هي اقتصادية فين وعلى قد إيدينا، وكله أكلات انتوا عارفين إنها على قد الإيد. هنعمل إيه؟ هنعمل الشعرية باللبن بطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة مكلفة. كوباية شعرية وكوبايتين اتنين لبن، وكل الحكاية ما بتكملش 5 معالق سكر ومعلقتين اتنين نشا. يعني مش هتاخد مننا ولا وقت ولا تكلفة ولا أي حاجة. من غير كلام كتير تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير. قبل ما ادخل على المقادير يا ولاد، ده شكلها اهو. بصي في منتهى الجمال، بصي الجمال، بصوا كمان لما تبرد كمان خطيرة يا ولاد. جربوها جربوها اقسم بالله ما هتبطلي تعمليها. في منتهى الجمال، بصي الجمال. يلا بقى بينا ندخل على المقادير. هنقول بقى معانا كوبايتين اتنين من اللبن، معانا سكر اختياري، ومعانا نشا، ومعانا كوبايه شعريه. وننزل على النار حاطه في الطاسه دي كده، حاطه معلقه زبده في الطاسه هنا، واسمي الله وانزل بكوبايه الشعريه كده زي ما انتم شايفين. ماشي، مفيهاش اي حاجه صعبه، وحاجه بقى تدفينا كده زون البرد اللي احنا فيه. صلوا على النبي يا حبايب قلبي كده، صلوا على النبي يا ولاد. ان عجبكم الفيديو متنسونوش في اللايك ثم اللايك. عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك وشاركوا قد ما تقدروا. بقى احلى شعريه باللبن ومنتهى الجمال. واوعي تحطي المهلبيه او الكريمه على الشعريه من غير ما تسويها، هتغلطي غلطه عمرك. لازم الشعريه تستوي الاول، ما بتاخدش وقت خالص، بتتبخر في ثواني. حاجه بقى تدفينا لزوم الجو البرد ده كده. هعمل جنبه برضو على ما الشعريه تتحمر، هعمل لكم برضو ايه المهلبيه او الكريمه اللي انا هحطها ايه على الشعريه. سهله برضو، مفيش اسهل منها في التحمير. الشعريه من النوع اللي ما بتغيبش، ما تسيبهاش وتمشي. انا حاطه حاجه الكريمه اهي او المهلبيه لسه ما عملتهاش، لان لو سبتها بس وطيرت كده انا مش عايزه تبقى في الشعريه دي واحده محروقه وواحده متحمره وواحده بيضه، انا عايزاها كلها تاخد لون ذهبي فاتح جميل كده. ماشي، هتاكلوا احلى شعريه باللبن قسما بالله. كوبايه قد كده في قلب الكافيهات ب 25 و 30 جنيه. هتعمليها في بيتك مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاها، بس ماشيه على الخطوات دي كده وخليكي معايا للاخر، وهتاخدي نتيجه ان شاء الله تبهرك وتبهر لاولادك باذن الله. الجمال عظمه كده، عظمه. طبعا انا هحط لها السكر، بس مش هحط السكر وانا مولعه عليها النار، لا انا هحط السكر هرفعها من على النار دلوقتي، وهحط لها السكر وهزودها بقى كوبايه ميه. حابه تسويها في كوبايه لبن برضو مفيش مشكله، الموجود عندي. بس انا النهارده ما عنديش غير كوبايتين لبن بصراحه، هعمل بهم ايه الكريمه بتاعتها او المهلبيه اللي انا هزوقها بيها. بس انا هسويها برضو ايه بكوبايه ميه، مش هتقول لا. هتشوفوني هعمل ايه دلوقتي. احط السكر واسيبها على النار، لا انا هحط السكر كده واسيبها في السخونيه، السكر يسيح مع سخونيه الشعريه، وهقوم جايه نازله عليها بقى بالميه. مفيش دقيقتين اتنين بالظبط، اقل من دقيقتين هتلاقيها اتبخرت في ثواني. يعني لو عندك كوبايه شعريه وكوبايه حليب هتعملي احلى حاجه حلوه لاولادك في منتهى الجمال. بصي عشان انا ايدي فيها ما سبتهاش ومشيت وسبتها كلها واخده لون واحد اهو، منتهى الجمال زي ما انت شايفه كده. مش الاشتراك في القناه يا ولاد عشان القناه تكبر كده يا حبايب قلبي على اليوتيوب، ربنا يبارك فيكم. خلاص كده انا مش محتاجه ان انا اسوي تاني احمر تاني فيها حاجه. شايفين خدت اللون الدهبي الجميل ازاي؟ معلقتين بقى هنا من شلتها من رفعتها من على النار، ادي واحد ادي اتنين. والسكر ده برضو يا جماعه اختياري وحسب الرغبه. انا دلوقتي بقلب السكر اهو، هو اوريدي داب اهو لان اصلا الشعريه سخنه اهو. لازم الاول تتاكدوا ان السكر ساح كده كله داب كله كده مع الشعريه، عشان لما تيجي تحطوا الميه تحطيها على النار يبقى كله دايب مع بعضه كده
اهو، لان طبعا الشعريه ايه سخنه. انا ارجعها بقى دلوقتي على النار، وهضيف لها ايه، هي بتاخدش يعني ما بتاخدش ميه كتير لان الشعريه بتستوي بسرعه. ونسمي الله كده. انا طبعا كنت مبرده الطاسه الاول اهو، متاخدش وقت خالص على بال ما تستوي كده. هكون حضرت معاكم ايه الكريمه بتاعت الشعريه او المهلبيه زي ما بتسموها، زي ما انتوا شايفين. على النبي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي. يقول لك كده خلاص كده. هروح بقى على الرخامه تاني اهو. بص، كل كوبايه لبن من دي بتاخد معلقه نشا ومعلقه سكر. يعني كل كوبايه لبن من دي بتاخد معلقه نشا كبيره ومعلقه سكر كبيره. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهعمل كده ادي واحد على البارد، ادي اتنين. انا حطيت كله على البارد، وبعد كده ايه هقلب بقى معاكم. وناخد بقى معلقتين ملايين هرميين كده نشا. ادي واحد، ادي ايه اتنين، شويه صغيرين كمان. وهاجي بقى على السكر، وهاخد برضو ايه ادي واحد، ادي اتنين، وبرضو حبه كمان عشان هم الولاد بيحبوها مسكره شويه. وعندي كيس ايه، كيس فانيليا. عندك فانيليا سايبه مش مشكله، مش هتقول لا، في منتهى الجمال. ماشي، كل حاجه على البارد معاك اهو. ماشي، هعمل بقى ايه كده بالراحه كده على البارد كله اهو كده، لغايه ما اتاكد ان السكر والنشا والفانيليا دابوا مع بعضهم كده كلهم. هقوم جايه بقى حطاها على ايه، على النار، لغايه ما يبقى زي البشاميل او زي المهلبيه. قسما بالله تعمليها لاولادك مش هيبطلوا يقول لك يا ماما اعمليها لنا. ولعت كده النار اهو، والسكر زاد اهو مع النشا، مفيش تكتلات ولا حاجه خالص اهو. وهقوم جايه حطاها بقى على النار، وبرده هستمر في ايه، في التقليب. لازم ما تسيبيش ولا الشعريه وانت بتحمريها ولا ايه. خدي كده يا مكه اهي. بصي خلاص اتبخرت الشعريه هوا. على ما مجرد ما نخلص الحاجه بتاعتنا دي، الكريمه بتاعتنا دي او المهلبيه بتاعتنا، هنكون خلاص رفعنا الشعريه من على النار. حاجه بقى بص جميله جدا جدا، ومش هتاخد منك بالظبط اقل من 10 دقايق تكونوا مخلصاها. حضرنا الاطباق بتاعتنا اهي اللي احنا هنقدمها ايه فيها. هنشوف هتعمل معانا كام طبق، لان انا مش مكتره. انا عامله كوبايه واحده من كوبايه شعريه وكوبايتين اتنين ايه لبن زي ما انتوا شايفين كده. كيس الفانيليا بقى جميل، بيدي طعم وبينقل الحاجه في حته تانيه خالص اهي. انا ما بغطيهاش ولا حاجه، ومش هتلحق اصلا الشعريه زي ما انتوا عارفين الحاجه اللي هي حساسه جدا ما بتغيبش في سواها. وممكن برضو تاكلوها كده من غير ما تحطوا لها كريمه، او من غير ما تحطوا لها برضو اي حاجه، ممكن تتاكل كده برضو. ولادك هيحبوها جدا جدا جدا، لان هي بصراحه يعني تتاكل لوحدها، ريحتها اصلا في منتهى الجمال. ريحتها في منتهى الجمال. بعمل لك الشعريه اللي باللبن وهي رايحه مستلفيها مني. وحبايب قلبي برضو اللي طلبوها مني برضو قبل، هي مطلوبه عندي في البيت ومطلوبه عندي في القناه. عملتها لهم اهي، يا رب يكونوا يشوفوني كده ويعرفوا ان انا عملت لهم اللي نفسهم فيه. اهي. وطبعا لما انت بتسويها بيتضاعف حجمها. يعني لو كوبايه بتطلع لك كوبايتين. المهلبيه بتاعتنا او الكريمه بتاعتنا قربت تتقل اهي. قربت بقى تكون مستمره في التقليب كده. طبعا هي المفروض تدخل التلاجة، بس بما ان الجو برد مش هدخلها التلاجة ولا حاجة. اهي اتبخرت ثانية.
هي مجرد ما تسيبيها على الرخامة هتلاقيها مسكت. الجو طبعا برد جدا وشتا جدا وساقعة جدا، فمش محتاجين ندخلها التلاجة. لو عملتها في الصيف تدخليها قطعة 4 قطع لما تيجي مركبة. بدأ ان هو يتقل اهو. بقى كريم وجميل وريحة الفانيليا مع اللبن والسكر، خلاص كده مش محتاجة حاجة تانية. اهو يا حبايب قلبي باين اهو، يا رب تكونوا شايفين الصورة واضحة ليكم. خلاص شكرا، انا مش عايزة بتلات، عايزة بقى معلقة عشان اوريكم بس القوام. بصوا عمل زي المهلبية او زي البشاميل. بصوا اهو. خلاص كده هنركنه على جنب. خلاص خلصنا شغل. خلصنا الشعرية قسما بالله وهي كده من غير حليب في منتهى الجمال. وهنعمل كده ونسمي الله. ماشي. حاجة بقى مش قادرة اقول لكم. بصوا مفرفرة جميلة ازاي كده بقى، الاطفال يحبوها والكبار ياكلوها ويعشقوها. شايفة زي ما انت شايفة كده. انا هعمل لك طبقات بقى. يا رب الاقي حبة مكسرات عندي. يعني حاجة كده بقى اوعى وشك في منتهى الجمال وفي منتهى اقل من 10 دقايق. اجيب بقى الكريمة كده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم واحط طبقة كريمة كده. يعني حاجة بقى مفيش بعد كده. والله العظيم كلناها مرة بره، كانت كوباية ما كانش طبق، كانت كوباية. ده كان 4 ودفعنا 100 جنيه. والعيال يعني بقوا بصراحة هي عجبتهم. فقلت طب احنا ليه نعمل حاجة ناكل من بره بالشوي الفرن، احنا ممكن نقدر نعملها في بيتنا هنا. كفاية نضافة الحاجة وكفاية جودتها. كده زي ما انتوا شايفين. انا حطيت الأول طبقة شعرية ورجعت حطيت طبقة الكريمة بتاعتي دي كده. وهنزل دلوقتي برضو كمان بطبقة ايه كريمة كده. يعني بقى بصوا مفيش ولا أجمل ولا أحلى من كده اهو. ويا رب ادور كده والاقي حبة مكسرات بقى، يبقى بصوا ربنا بيحبني. احط هنا برضو كده طبقة كده من الشعرية. مخدتش وقت خالص، ولا 25 ولا 30، ولا نجيبها خالص من غير 30 ولا 25، ولا نجيبها حتى ببلاش من بره. يكفي ان انت عامله الحاجه مضمونه في بيتك. ماشي. حاجه بقى كده تدفي في الشتاء اللي احنا فيه، في البرد اللي احنا فيه ده. هما بيضحكوا عليا لما بقول لهم الشتاء بيجوع، السقعه بتجوع. انا عامل كمان طبق اهو. انا ما بعملش كميات كتيره لان يا جماعه احنا يعني فردين اللي بياكلوا او 3. انت تقدري تكتري تقللي، يا رب تعملي كيس الشعريه بحاجه مش هتقولك لا. هي بتتاكل كده من غير اي حاجه. وبصوا فرفره حبايه من حبايه، هي ما فيهاش لهوا. بصي اهي. انت تقدري تكتري تقللي براحتك يا ست الكل زي ما تحبي. جربيها اقسم بالله ما هتبطلي تعمليها، الاولاد هيموتوا فيها، وحاجه حلوه وحاجه سريعه. بصي بقى يعني مش هتقفي في المطبخ كتير ولا هتعبك كتير. ده كل الحكايه مش هتكمل منك 10 دقايق. بصي اهو. تقدري بقى انت عرفتي كل كوبايه لبن، كل كوبايه لبن بتاخد معلقه سكر وبتاخد معلقه نشا. انا عرفتك المقادير بالظبط اهو. انت بقى تقدري ان انت ايه تعملي بقى كتير، تعملي 4 كوبايات لبن هتحطي 4 معالق نشا و4 معالق ايه سكر. هتعملي 4 كوبايات لبن تعملي 4 سكر و4 زيهم نشا.
3 يعني كمية 3 انا عرفته بكل حاجة اهو، ما خدتش مننا وقت خالص اهي. وهي اوريدي مش هتخش التلاجة لان اصلا الجو برد. لو في الصيف اقول لك هتخش التلاجة على طول، انما مش هتخش التلاجة لان الجو برد، هتجمد منك على طول. بقى يعني بصوا حاجة بقى جميلة ومغذية، والأطفال والكبار بيموتوا فيها، يعني بيحبوها الأطفال بيموتوا فيها الكبار، يعني مفيش بقى بعد كده بقى كلام تاني. والريحة في منتهى الجمال، والله العظيم يا جماعة قلب ريحة الدنيا قسما بالله. يعني مش هتاخدي بقى ولا يعني، كفاية نظافة الحاجة اللي انت عاملاها بإيديكي، وكفاية ان انت ايه ضامنة الحاجة. عملنا بكوبايتين 2 لبن، انت تقدري تعملي بكوباية، اعملي بطبقين برضو مش وحشين. ماشي. انا دورت لقيت ايه حبة مكسرات كده صغننين زبيب على جوز الهند، فقلنا نديها برضو شكل تجميلي كده. رمضان بقى جاي كل سنة وانتم طيبين، وهنجيب طلباتنا كلها مكسرات والزبيب والعين الجمل وكله. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجمال، شايفين الحلاوة؟ يعني اظن مفيش ولا احلى من كده ولا اطعم من كده. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ يكون الفيديو بتاعي عجبكم كده وخفيف على قلوبكم يا حبايبي. ولو عجبك الفيديو وعجبك عجبتك الطريقه بتاعت الشعريه باللبن، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي. والى اللقاء، اشوفكم على خير.